السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن نصايح مهمة جدا لمرضى خشونة الركبة تساعدوا على التأقلم مع المرض وتخفف حدة الآلام. لأن خشونة الركبة دي تعد من الحالات المزمنة. خشونة الركبة عبارة عن تآكل في الغضاريف الركبة المبطنة أو المغطية لعظمة الساق وعظمة الفخذ، ويحصل نقص في السائل الزلالي المسؤول عن تليين المفصل اللي بيؤدي الى احتكاك العظم والشعور بالالم. نصيحة رقم 1: الجلوس بشكل صحيح على كرسي عالي، يعني يقعد على حاجة عالية، ما يقعدش على حاجة منخفضة، ويتجنب تاني الركبة بصورة حادة، يعني ما يتنيش رجله فوق 90 درجة، يعني ما يدخلش رجله تحت الكرسي. تاني نصيحة: تجنب الوقوف الطويل، بيسبب الام في الركبه، لان على ارض صلبه بترد في الركبه بتزود الالم. تقليل من صعود ونزول السلالم، لان طلوع ونزول السلالم كتير بيحمل على الركبه وبيزود تآكل الغضاريف والضغط على الركبه. الامتناع عن اوضاع الجلوس السيئه، يعني مثل وضع القرفصاء والجلوس على الارض. الحاجات دي كلها بتزود الحمل على الركبه، لان اي وضع فيه تاني ركبه وجلوس على الارض يخلي الصابونه تلتصق بالفخذ والغضاريف، تسبب تآكل لبعضها. الوزن الزياده، تخفيف الوزن مهم جدا، بيقلل الألم بشكل كبير ويقلل الحمل على مفصل الركبة، بحيث ان كل 1 كيلو جرام من الوزن الزايد يسبب من 4 إلى 5 أضعاف من الحمل على مفصل الركبة. فكل ما الوزن يقل كل ما الحمل على المفصل يقل. التمارين الرياضية مثل تمارين تقوية العضلات الفخذ الأمامية والخلفية هي المسؤولة عن تخفيف الحمل وتقوية مفصل الركبة وتحمله للأوزان. المريض يتبع نظام غذائي صحي فيه خضروات وفواكه ومواد مضادة للأكسدة، ويبعد عن الحاجات اللي بتسبب زيادة الوزن زي النشويات والسكريات والدهون. المريض يمارس رياضة زي رياضة المشي، السباحة. وبرضو المشي والسباحة، المشي كله اشتراطات ان هو يمشي على أرض ناعمة، ما يمشيش على أرض صلبة. يلبس حذاء رياضي مريح، لأن لو لابس حاجة ناشفة مع كل خطوة بترد في الركبة فبتزود الألم. النزول وطلوع نزول السلالم يكون بحذر، بحيث ان انا اطلع السلم بالرجل السليمه وانزل بالرجل اللي هي المصابه او رجل اللي فيها الالم، واستنى جدار السلم الجانبي، امسك في جدار السلم. ما البسش احذيه غير مريحه زي ما قلنا، وحاجات كعبها عالي وخصوصا السيدات. التمارين الرياضية وخصوصا التمارين اللي بتهتم بتقوية عضلات الفخذ، اللي خصوصا عضلة الفخذ الأمامية اللي هي عضلة. برضو في ركوب المواصلات أحاول إن أنا أبقى راكب وركبي مفرودة ممدودة على قد ما أقدر، بحيث إن الركبة تبقى مفرودة، لأن تاني ركبة هو أهم حاجة بتسبب الخشونة، خصوصا خشونة المفصل ما بين عظمة الصابونة وما بين عظمة الفخذ. ممكن هنستخدم كمادات المية الدافية، بتزود الدورة الدموية اللي رايحة للركبة وبتقلل الإحساس بالألم وبتعمل ريلاكسيشن أو ارتخاء للعضلات. أما في حالات الخشونة المتقدمة إن احنا ممكن نلبس ركبة طبية، حاجة أو ني سبورت. الركبة الطبية دي بتسند الركبة، كمان هي بتعمل تنبيه لحاجة اسمها بروبريوريسبتورز أو مستقبلات الوضع، بتقلل الإحساس بالألم عن طريق إن هي بتبعت إشارات للمخ، بيفرز مواد مسكنه من المخ، حاجه اسمها الاندورفينز. النصايح اللي نحب نقولها للاخوه مرضى خشونه الركبه: جاب الفيديو ومشاركته مع اصدقائك لتحصل على المزيد من المعلومات المفيده. كان معكم دكتور احمد رؤوف الشلوف، استشاري جراحه العظام والكسور والمفاصل. دمتم بخير.